يا شباب عاملين ايه؟ قبل ما اقول اي حاجه عايز اعرف بس ايه ده؟ ايه الخرا ده؟ يا زلمه بصري، انا لما شفت المنظر ده كنت هتخصي، وده ان دل فهو يدل على قله تقديركم ليا، عشان انا في كل فيديو بدخل في موضوع الفيديو على طول، ما باجيش في كل فيديو واقول لكم يا شباب اشتركوا في القناه قبل ما نبدا الفيديو. لا، انا بقول لكم الكلام ده في اخر الفيديو. اشترك بقى، الزرار اللي بيضغط عليه. المهم في الفيديو ده هقول لك على اكتر اخطاء ممكن كارت الشاشه او تحرقه لك، وانت تقعد تندب حظك وانت اصلا اللي ومهمل. فلازم تشوف الفيديو ده عشان تتجنب المشاكل دي. ومن غير ما اطول عليكم يلا بينا نبدا الفيديو. اول سبب من الاسباب اللي بيحرق لك كارت الشاشه وهو ارتفاع الحراره بسبب تهويه زي الزفت. ورقه وقلم كده واكتب معايا كل سبب. عارف الاحساس ده لما تقعد في اوضه مقفوله في عز الصيف والمروحه مش جايبه همها، حاسس انك هتسيح؟ كارت الشاشه بتاعك برضه حاسس بنفس الاحساس ده، بس الفرق انه ممكن يتحرق بجد وانت ولا هنا. يعني انت بتلعب جيم تقيل والجهاز بيصرخ والمروح صوتها عالي كانها صاروخ. لا لا استني بقى، عشان ايه هطلع بره السكريبت شويه من ساعه ما قلت السيرجدو هي في دماغي. خد السيرجدو وحطه. انت عايل. المهم والحراره 90 درجه، فهو طبيعي الكارت هينفجر في وشك في اي لحظه. اجري يالا، هي ده عبده. ايه بقى الاسباب اللي بتخلي الكارت يولع كده؟ اول سبب ان الكيسه بتكون مقفوله ومحشوره في ركن كانها سجين في زنزانه، مفيش مراوح كفايه وجهازك بيعتمد على البركه في التبريد. المعجون الحراري بقاله سنين ناشف اكتر من علبه الزبادي منتهيه الصلاحيه. طب والحل ايه؟ اول حاجه كده افتح الكيسه شويه خليه يتنفس، كارت الشاشه مش غواص. لو عندك مكان فاضي زود مروحه للكيسه. المعجون الحراري لو بقاله اكتر من سنه غيره فورا، لانه ممكن يكون عامل زي الاسمنت حاليا. ولو الموضوع خارج عن السيطره فكر في تبريد مائي. باختصار التهويه السيئه بتقلل عمر الكارت، بتخلي الاداء ينهار، وممكن تصحى في يوم تلاقي الجهاز طفى ومش عايز يفتح تاني. فخليك واعي، ما تخليش كارت الشاشه يتحول لفحم قبل اوانه. تاني حاجه بقى وهو الاوفر كلوك الزايد من غير تحكم. في نوعين من الناس في الاوفر كلوك: الشخص العاقل اللي بيزود الاداء شويه بشويه وبيتابع الحراره، وتاني واحد اللي هو المتهور اللي اول ما يفتح برنامج الاوفر كلوك يقول لك طب ما نرفع كل حاجه للاخر. وطبعا النوع التاني ده بيكون رد فعل الكارت عنده يا باشا اتفرج يا باشا يا ولاد. اللي بيحصل لما تزود الاوفر كلوك بتهور ان الكارت بيستهلك باور اكتر من اللازم، ولو الباور سبلاي ضعيف ممكن يفصل الجهاز فجاه، والحراره بتزيد بشكل جنوني، والمراوح تشتغل باقصى سرعه كانها بتصرخ. مع الوقت المكونات الداخليه للكارت بتتهالك اسرع، وممكن في يوم تلاقيه ودع رسميا. طب والحل ايه؟ الحل انه اوفر كلوك بس بالعقل، ما تزودش كل حاجه للاخر مره واحده، وتابع الحراره اول باول. اي رقم فوق ال 85 ل 95 درجه بيعتبر خطر جدا. استخدم موقع زي MSI افتر بيرنر، وما تعدلش الفولت بتهور الا لو فاهم انت بتعمل ايه. لو بتعمل اوفر كلوك قوي لازم يكون عندك تبريد محترم، مش مروحه ضعيفه اخرها استخدام باور سبلاي ضعيف او تجاري. تخيل معايا ان كارت الشاشه بتاعك واحد حي، وعشان يشتغل بكامل قوته محتاج اكل كويس، فانت بقى قررت تديله اكل مغشوش. هو ده اللي بيحصل بالظبط لما تجيب باور سبلاي تعبان، النوع باور سبلاي 500 واط ب 100 جنيه وبيديك 100 واط وهمي. اللي ممكن يحصل لما تستخدم باور سبلاي ضعيف: اول حاجه الكارت ممكن ما ياخدش الباور الكافي، فالاداء يبقى زي اللاج في الجيم، تقطيعات بقى ودراما. لو الباور مش مستقر ممكن فجاه يطفي الجهاز عليك وسط الجيم وانت بتاخد الكيل الاخير. اسوأ سيناريو باور سبلاي رخيص ممكن يضرب كارت الشاشه والمذر بورد ومعاهم الذكريات الجميله. طب والحل ايه؟ هات باور سبلاي من شركه موثوقه، ما تقعش في فخ الارقام الوهميه. اكد انه 80 بلس برونز على الاقل عشان يديك كفاءه محترمه مش سراب. شوف استهلاك كارت الشاشه بتاعك، لو محتاج 300 واط ما تجيبش اقل من 500 واط حقيقي. خلي عندك مساحه امان. وتركيب كارت الشاشه غلط. قبل ما نخش في المشكله دي بقى، معلش انت ليه يا ابني تلعب في حاجه انت مالكش فيها وتروح لاي حد وهو يركبها لك؟ بس المهم، عارف لما تحاول تفتح برطمان مخلل وهو مقفول جامد؟ اهو ده بالظبط اللي بيحصل لما تحاول تفك كارت شاشه من غير ما تفك PCIe لوك الاول. ايه الاخطاء اللي ممكن تدمر الكارت اثناء الفك والتركيب؟ اول حاجه وهو انك تشد الكارت بكل قوتك كانك بتخلع مسمار صدى. ثاني حاجه وهو انك ممكن تلمس المكونات الالكترونيه بايدك من غير ما تفرغ الكهرباء الاستاتيكيه، هتلاقي الكارت ودع فجاه. تحط الكارت في مدخل PCIe بالغلط او تسيبه مايل كانه بيتدلع. تستخدم مفك معدني قريب من المذر بورد، وشراره صغيره ممكن تعمل لك كوارث. طب والحل؟ اول حاجه افصل الجهاز تماما من الكهرباء قبل ما تلمس اي حاجه، ما تبقاش مستعجل. فك PCIe لوك الاول. لما تيجي تركب الكارت اضغط عليه بلطف، مش لازم تضغط كانك بتضربه. استخدم سوار كهرباء استاتيكيه او على الاقل لمس اي معدن متصل بالارض قبل ما تشتغل. واخيرا اربط المسامير كويس، لكن بلاش تزود عشان ما تكسرش السلوت. استخدام كابلات غير اصليه او محولات زي الزفت. انت قررت تجيب كارت شاشه جديد والدنيا تمام، بس فجاه تكتشف ان الباور سبلاي عندك ما فيهوش الكابلات المناسبه، فتقول ولا يهمك هجيب كابل تحويل من اي محل ب 20 جنيه وخلصت. ايوه انت خلصت فعلا، بس خلصت على كارت الشاشه معاك. ايه مشاكل الكابلات دي بقى؟ بتكون مصنوعه من خامات تعبانه، ومع الوقت ممكن تسخن وتسيح، وهو ريحه شياط هتقولك الحقيقه، مش بتوصل الباور بشكل ثابت، فتلاقي الجهاز بيطفي فجاه وانت في نص الجيم. في اسوأ الحالات ممكن تسبب مس كهربي وتدمر الكارت والمذر بورد في نفس الوقت. هتعمل ايه انت بقى؟ استخدم الكابلات الاصليه اللي بتيجي مع الباور سبلاي، ما تستسهلش. لو الباور سبلاي مش فيه الوصلات الكافيه، بدل ما تجيب محولات اشتري باور محترم وخلاص. لو مضطر جدا لمحولات هات حاجات
معتمده من براندات موثوقه، مش اللي بيتباع في كيس شفاف ب 10 جنيه. الحاجه بقى وهو تراكم الغبار وعدم التنظيف. في ناس بتشتري كارت الشاشه بالاف وبعد سنه تلاقيه مش قادر يشغل حتى سطح المكتب، والسبب انه ركنه تحت السرير 10 سنين. ايوه يا نجم، كارت الشاشه بتاعك مش بيعمل سيلف كليننج مع نفسه. مع الوقت الغراب بيتراكم جوه المراوح، بيسد التهويه، وبدل ما الكارت يشتغل بكامل قوته تلاقيه بيقعد يهنج زي عربيه 127 في طلعه كوبري. ايه مشاكل تراكم الغبار؟ اول حاجه انه بيسد المراوح، هتلاقيها مش بتلف كويس وحراره الكارت بتوصل للسما. بيعمل تهنيج ولاج في الالعاب لان الحراره بتخلي الكارت يقلل الاداء بنفسه. في الحالات المتاخره ممكن الغبار يوصل للدوائر الكهربيه ويعمل ماس كهربائي. طب والحل؟ كل شهرين افتح الكيسه وانفخ الغبار بهواء مضغوط، بس بالله عليك ما تنفخش ببق لان الرطوبه ممكن تبهدل المكونات. استخدم فرشه صغيره ناعمه عشان تنظف بها المراوح. خليك رقيق كانك بتغسل طفل. غير المعجون الحراري لو بقاله سنه ما اتغيرش لانه مع الوقت بينشف وما بيبقاش له فايده. ولو عندك فلتر غبار في الكيسه نظفه او غيره بانتظام، ما تسيبوش لحد ما يتحول سجاده. الخلاصه كارت الشاشه مش كائن صحراوي، بيحتاج اهتمام وتنظيف عشان يعيش معاك سنين. لو سبته مليان تراب ما تستغربش لما يتحول لحجر اثري مشغل ورد بالعافيه. حياة النبي محمد دي لا يجيب لي جلطة، ما حد هيجيب لي جلطة غير ده. اما تضحك اما تضحك يا اخي. النبي محمد. كده بقى تكون عرفت ازاي ممكن تحرق كارت الشاشه بايدك. ما تجيش بعد كده تشتكي وتقول لي مش عارف ليه الجهاز بيهنج او كارت الشاشه كان شغال زي الفل وفجاه مات وبس كده. هو ده كان فيديو النهارده، وحابب افكرك لو لقيت الاحصائيات دي تاني قول لي في الكومنتات ايه اغبى حاجه عملتها مع كارت الشاشه قبل كده، وشارك الفيديو ده مع صاحبك اللي تقريبا ناوي يحرق كارت الشاشه بتاعه وهو مش واخد باله. وخلاص كده يا عم الحاج، سلام.